قبل ما نبدأ حكايتنا ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا نستمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكاية تيان روح شوفها الاول عشان فايتك كتير، هحط لك اللينك بتاعها في الوصف. اهلا بيكم في الجزء الثاني من الموسم الثالث لحكاية تيان، ويلا بينا نبدأ. وبنروح ليه بنشوف واحد هو بيقول لولا اللي احنا بنساعد للتعامل مع بعض المشاكل اللي بتحصل ما كناش هنحضر هنا تحت اي ظرف. فبيرد عليه وبيقول له انت مفكر ان اللي هناك دول مغرورين من الطوائف الاربعه ويعرفوا ان هم يتقارنوا بينا؟ ده هم جم هنا علشان مفكرين ان هم قادرين ان هم ياخدوا السيف مننا. شكلهم كده ما بيقدروش حياتهم ومش خايفين على نفسهم. بنشوف المشرفين وهم بيقولوا يلا خلونا نبدا المعركه وادخلوا الطريق الاختراق، خلينا نشوف مين اللي هيتمكن من البقاء على قيد الحياة حتى النهاية. بنشوف ليتيان وهو داخل الطريق وبيقول احنا دخلنا في نفس الوقت، كلنا في وقت واحد، بس كل واحد بقى لوحده، ما بقاش حد مع حد، وشكل كده بدأنا من نقطة البداية العشوائية. بيبص ليتيان للطريق وبيقول ايه ده شكله مخيف، انا ما كنتش اتوقع ان هو يكون بالطريقة دي، فكرني بساحة معركة شين يوان. انا كنت قبل كده مقرر ان انا عمري ما هروح للنعيم العظيم، وما كنتش اتوقع ان نهايتي هتكون هنا، ونهاية الطريق اعلى نقطة في الجبل، ولو انا عديتها انا هكون بخير. فبيرد عليه جينو وبيقول له انت خيالك واسع قوي، بطل تتخيل، في واحد واقف هناك اهو انت مش شايفه؟ فبيقول ليتيان ايه ده مين؟ تشي مينج لينج. فبيقول له ليتيان شوف طريقك، انا مش عايز اشوفك جنبي حتى. وهنا بيقول له تشي مينج استنى اقف مكانك، اتاكد منها قبل ما تمشي حلقات الموت بتاعتك، انا عارف ان انت كذاب، ضحكت على الناس كلها ووهمتهم، وبرغم كده صدقك رؤساء الطائفه، وانا وقتها اتصدمت ان هم ازاي صدقوا واحد كذاب زيك. بيقول لي تيان فيها ايه يعني لما ادخل الطريق وما بشوفكش؟ لازم يعني اصطدم بيك في اول الطريق؟ فبيقول له تشي مينج انا هضطر ان انا اقطع كمك واشوف بنفسي الحلقات دي. فبيقول له لي تيان تعالى وريني كده هتعمل ايه. بيفكر لي تيان في نفسه، بيقول ان هو احمق وغبي واخره ان هو يضيع وقت، وفجاه بيطلع تشي مينج النجم السلطعون بتاعه. بيقول لي تيان مفيش فايده من عنادك، وان انت تقف قدامي وتواجهني وتقاومني ملوش اي لازمه. فبيرد تشي مينج عليه وبيقول له بطل كلام كتير، لو قتلتني وقتي. بيجي شخص من بعيد وبيطلع فانيو تيان وبيقول كتال داخلي، ده شكلها هتبقى خناقه حلوه قوي، انا لازم اقعد اتفرج عليهم. وهنا فانيو تيان بيقول ايه ده انت عايز تستغل ان احنا بنتقاتل؟ وبيقول انا ههزمهم الاتنين وهكون كده اتخلصت من اتنين وقللت من عدد المنافسين. تفتكروا ليه تيان هيقدر ان هو فعلا يتغلب على الاتنين ولا الاتنين هيهزموه؟ ويلا بينا نكمل نشوف ايه اللي هيحصل، الحكايه لسه ما خلصتش. بنشوف لي تيان وهو واقف في اول الطريق وكان بيتعرض له فانيو تيان وتشي مينج، وكان بيقول ان هو هيهزمهم هما الاتنين. هنا لي تيان بيكلم جين ومياو بيقول لهم مستعدين ان احنا نخلص عليهم. فبيقول جين انت بتكلمني كده ليه؟ بتأمرني ولا كأنك انت القائد بتاعي يعني؟ بعدين مياو لسه نايمه وما صحيتش لحد دلوقتي. هنا بنشوف ليه بقى ارسلوا 3 حشرات لهنا، لا وكمان انت عايز تقاتل اتنين مع بعض في وقت واحد؟ ده انت غبي، ده انت اغبى حد انا شفته في حياتي. بيرد عليه تشي مينج بيقول اهدى بس كده، احنا جينا نتحالف، ايه الغباء ده؟ فبيرد عليه فانيو تيان وبيقول هو الغبي ده يستدعي ان احنا نتحالف قصاده؟ ايه اللي احنا فيه ده يا رب؟ بس هنا ليه تيان بيؤمر مياو وجين انهم يهجموا على فانيو تيان، وبيبتدي جين ان هو كمان يستخدم تقنياته. فانيو تيان بيطلع الوحش بتاعه بيبقى موجود علشان يحميه، وبيشتم ليه تيان وبيقول له انت تهجم علينا بكل غل وقذاره ولا كاننا واكلين حقك. بيبتدي ان هم يهجموا على بعض كلهم. بيبدا فانيو تيان اللي هو بيقول لهم ان انتم كلكم بتغازلوا الموت وشكلكم عايزين تموتوا كلكم، وبدا يضرب مياو وبيقول له جين مالكش دعوه بالقطه وخلينا اوريك ازاي تمسك السيف. وبينشط جين تقنيه ابطال نيه السيف وبيهجم بيها عليه. بنشوف فانيو تيان هو بيقول الفرخه ازاي بتتقن تقنيات السيف بالشطاره دي وهي اصلا فوق المستوى السماوي ده، حتى انا ما قدرتش ان انا اتعلم مهاره وبتتحول القطه لوحش ضخم جدا. وبيقول فانيو تيان ايه القرف ده كده بقى في مشكله كبيره، ده انا حتى مش عارف اتغلب على قطه. هنا لي تيان بيقول لي تشي مينج مستعد علشان تتضرب ضرب مبرح. فبيقول تشي مينج انا بعترف ان انا قللت من شأنك، بس خليني اقول لك ان انت مش متمكن من طريقه للتعامل مع شخصين في وقت واحد، ومن غير وحوشك المرافقه هتموت بالتاكيد. فهنا لي تيان بيقول فرصه عسليه علشان قبض المعدنيه، هل هي قويه كفايه ولا محتاج ان انا اتدرب عليها اكتر؟ فبيضحك عليه وبيقول له انت عايز تنافس وحش من فصيله السلطعون في صلابته عشان تتاكد ان انت ايدك المعدنيه قويه كفايه ولا لا؟ انت اكيد فقدت عقلك في حته ونسيته. وخليني اقول لك ان انا
هقدر ان انا اتغلب عليك وهقضي عليك، وسلطعوني هيكون الاقوى. بينشط لي تيان تقنية القبضة الاولى من قبضات الملاكمة الشيطانية، وبيأمر وحوشه وبيقول لهم حطموا السلطعون بتقنية محطم السماء، وبيبتدي يهجموا على بعض. وبيتفاجأ بان لي تيان قدر يتغلب على السلطعون. وبنروح لفانيو تيان هو والفرخة والقطة مظبطينه من لكمات وضرب. وبيقول فانيو تيان ايه ده، انا رجعت لورا بسبب القطة والفرخة دول طول الوقت ده كله. وهنا بنشوف جين وهو بيقول له فقدت تركيزك، خليني اقول لك اللي انت عندك شوية ثغرات. بيقوم جين جاي قاطع ايد فانيو تيان وبيقول له جين اللي بيتدخل فيما يعنيه هيحصل له ما لا يرضيه، يلا خد ايدك وامشي من هنا وخليك فاكرني في المستقبل. فبيعيط فانيو تيان وبيقول انا عمري ما حصل لي كده قبل كده. وبيترجى جين ان هو ما يقتلوش وبيسيبه يمشي، وبيقول له انا همشي دلوقتي. وبيقول فانيو تيان للي تيان انت وحوشك طلعت قويه جدا. جين بيتريق عليه وبيقول هو ده عبقري من العباقره اللي دخل المسابقه. الله اللي بيحصل ده تهريج يا جدعان. بنرجع لتشي مينج وهو بيصيح وبيقول سلطعوني ايه اللي حصل له. وبيقول ده لي تيان طلع قوي جدا وان هو لازم يهرب منه لان انا مش عايز ينتهي بيا الامر زي الغبي اللي اتقطع ايده. وبيهرب تشي مينج وبيقول اللي بيحصل ده هو فعلا اتحول لوحش غير معقول. هنا بينادي عليه تيان وبيقول له انت بتحاول تهرب، استنى مش بالسرعه دي، لسه عندنا درس عايز اديهولك. بيجري وراه لي تيان وبيجيبه وبيقول له انت لسه عايز تشوف حلقات ايدي ولا صدقت كان لازم اجي هنا مكان وين شندو؟ بص خليني اقول لك حاجه، اللي حصل لك النهارده ده درس قاسي، وقول لجدك غوكيو ان الحلقات ما هي الا علامات على القوه، ولا اقول لك هو هيكون شاهد بنفسه على قوتي في عالم الحروب. وهنا بنشوف الجمهور وهو بيقول ايه ده، مين الطفل اللي واقف وعمال يضرب في الابطال دول؟ واحد تاني بيرد وبيقول ده مجنون. وهنا بنشوف الزعيم وهو بيقول شكله مألوف عليا، اعتقد ان انا شفته قبل كده. وهنا بنشوف المفتشه وهي بتقول شعر ابيض وحشين فرخه وقطه، وممكن يكون ده لي تيان اللي من عشيره الطائر القرمزي، انا مش مصدق اللي بشوف. فبيرد عليها المفتش وبيقول لها ايوه هو بالفعل ومفيش شك في كده، وشكله كده اخترق خلال سنه كامله في 3 شهور بس ازاي ان هو يعمل كده؟ بس انا فاكر ان لي جينج قالت انه الابن الغير شرعي لي وودي، تفتكر ان هو عنده 4 حلقات هو كمان زي ابوه؟ فبيرد عليه الزعيم وبيقول له ايا كان احنا لازم ناخد حذرنا منه وما نستخفش بيه، ولازم ان احنا نبلغ الكبير واحنا ملناش لازمه، عشان كده مفيش سبب علشان يصدقنا، فاحنا لازم نبلغه الاول بس مش دلوقتي، لازم نراقبه الاول لشويه وقت علشان نتاكد قبل ما نبلغ باخبار كاذبه. بنشوف لي تيان وهو بيقول لمياو وجين انتم بطاء جدا. بيرد عليه جين وبيقول للي تيان انت اللي بطيء، فاكر لما احنا اتفقنا ان ده هيكون اختبار لسرعتنا؟ وهم ماشيين فجاه بيقول لي تيان ايه ده، شكل ان احنا عبرنا حاجه زي حاجز السميك جدا. ثانيه واحده ده ممتلئ بضباب دموع شبه الحاجز الدموي، بيفكرني بضريح ليه، هو شبه منه كتير لو هنقارنه بيه. وبينشط تقنيه العين السحريه وبيتمكن ان هو يشوف ان في 2 في معركه قتال قدامه. بيقول لتيان ان في وحش مائي من الوحوش المرافقه، لازم ان يكون الشخص ده من طائفه السماء الجنوبيه، وبيشوف ان هي وي شانج روسو. وبيقول لتيان شكل كده ان القتال في الهواء مش من اختصاصها، يلا خلينا نروح نساعدها. بيرد عليه جين وبيقول له احنا كلنا رجاله زي بعض وهنفهمك انت عايز تعمل كده ليه. بتقول له مياو لما لينج اير تصحى مش هقول لها اللي حصل ده، بس بشرط ما ترخمش عليا وانا نايمه. بيرد عليهم ليتيان وبيقول لهم ايه الكلام العبيط اللي انتوا بتقولوه ده، وزي ما بيعمل المعلم ايه انا لازم احميهم، وراجل مخلص زيي مش خايف من اي حاجه. وبيتجه ليتيان ناحيه البنت وبيقول لها عايزه مساعده، فبتقول وي شينج روسو بجد هتساعدني وتطلع شهم كده؟ فبيقول ليتيان ايه نوع الوحوش ده؟ في كتير قوي، دول عباره عن خفافيش الدم القرمز الشيطاني، وعندهم 2 من القدرات مفعلينها وهم الصراخ المربك ومزمة الدم القرمزي، وقدرتي ما هي الا قدرة دفاعية بس ملهاش فوائد. بينادي ليتيان على جين ومياو وبيقول لهم يلا خليكم مستعدين عشان هنهجم دلوقتي. فبيقول له جين حاضر احنا كده كده جاهزين في اي وقت هتأمرنا بيه. بتقول لهم وي شينج روسو بعد ما المعركة تخلص خلينا ابقى العب شوية مع وحوشك المرافقة، دول شكلهم لطاف جدا، انت متأكد ان الوحوش اللطيفة دي هتقدر ان هي تحارب معانا وتنصرنا ولا هتعمل ايه بيهم؟ بيرد جين وبيقول انا لطيف، هو انا لطيف بس انا قوي بالرغم من ان انا لطيف يعني. فبيقول لها ليتيان ما تقلقيش من ناحية الخفافيش مش مشكلة بالنسبة لنا، وانهم يهزموهم دي حاجة بسيطة. هنا بنشوف وي شينج روسو وهي مندهشة بقوة ليتيان وبتقول ان هو قوي جدا وفعلا عدى مرحلة الاتحاد. فبيقول ليتيان لوي شينج روسو خلصنا واصلا ضيعنا كتير من الوقت هنا، هتمشي معانا
معانا علشان تكوني قريبة مننا عشان نقدر نحميكي. بترد عليه ويشين جروسو لتيان شكرا اللي انت عملته معايا وان انت ساندتني، ده في قمة الشهامة. انا لولاك كنت زماني دلوقتي ميتة، يلا الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب. بيرد عليها لتيان وبيقول لها مفيش مشكلة ان انا اساعدك ومفيش داعي انك تشكريني، ده واجبي، ويلا خلينا نمشي من هنا. فبتقول ويشين جروسو يلا انا كده كده معاك. وبتقول البنت في دماغها لازم اكون معاكم علشان انا مستحيل اقدر على مواجهتكم في الاخر. انا كنت شاكه في قوته، دلوقتي اتاكدت ومصدومه من اللي انا شفته، لان دي فعلا قوه ملك الحلقات الموت الخمسه. بيوصلوا للحافه وبيشوفوا عند المدخل سيكونج تيان تشين وماسك واحد طحن ضرب، وبيكون اخو البنت وبيقول انقذيني يا اختي، وده اسمه تشينج لو ان. وبنشوف البنت اللي واقفه جنب ويشين جروسو، البنت اللي انت بتحبها واقفه مع شخص تاني سينيور، شكلك كده اترفضت في المأدبه. بتقول ويشين جروسو انا ما كنتش اعرف ان انت هتبقى بالوحاشه دي وتنزل للمستوى دي من الحقاره. بيرد عليها سيكونج تيان تشين انزل للمستوى ده؟ خليني اقول لك انا لو كان واقع في ايدي ناس تانية غيره كان زماني مموتهم، هسيبه عايش مقابل ان هو يخرج من هنا. بس خليني اسالك سؤال، انا ما كنتش متوقع ان حته كمامه شعر رصاصي ده ذوقك. بيرد عليه ليتيان وبيقول له لو هو فعلا كان صعب عليك كنت سبته يمشي، ولو مش عاجبك كلامي قاتلني انا وسيبه هو يمشي. بيرد واحد من اللي واقفين وبيقول انت شكلك يا ليتيان اتجننت، انت عايز تقاتل سكوجن تيان تشين؟ انت فاكر نفسك ايه؟ ولازم الجندي المجهول الاسم يعرف المقام. فبيرد سكونج تيان تشين وبيقول اديني ويشين جروسو وهديك القمامه دي واعمل اللي انت عايزه بيه، وكل ما كان ضايقك وحش ده هيبقى افضل بالنسبه ليا. وبتقول له انا فهمت من كلامك ان انا هستخدم كل وسائل التعذيب جهزتها من اجل طائفه المشرق العظيم. بيقول لي تيان كده في دماغه بيفكر دول مجرد شويه عيال صغيره ومش مستوايا اللي انا اقلل نفسي عشانهم، وفي الوقت ده انا مش متحمس لمواجهه حد في مرحله اقل من الاراده دي. وبيقول لي تيان للرفقاء الوحوش انتم مستعدين للقتال؟ فبيقول له جين ايه رايك ان كل واحد مننا ياخد واحد ويعلمه الادب، نشوف مين اللي هيخلص الاول. فبتقول له مياو ايوه وبكلامك اللي انت اتكلمته ده انا اتحمست قوي. فبيقول لهم ليتيان يلا استعدوا وانا موافق بالكلام اللي انتم بتقولوه. بنشوف قدامنا السحليه السامه ونافس النيران ذو الالف قدم، والوحوش دي شكلها مرعب جدا، ده غير كمان دوده القز الجليديه. وبيقول لهم ليتيان يلا كل واحد اختاروا انتوا الاول وانا هاخد اللي هيتبقى منكم. فبيقول جين انا هاخد السحليه وانا هاخد نفس النيران، ومياو بتقول هاخد البتاعه بتاعت الالف قدم دي. هنا بنشوف سيكونج تيان تشين وهو بيقول لويشين جروسو طول عمرنا ظهرنا في ظهر بعض وبنحمي بعض، وان احنا نتقابل على جزيره السماء الجنوبيه، بس المره دي هنشوف مين اللي عنده السلطه الاعلى، وهخليكي تمشي طريق الاختراق، بس لازم تبقي عارفه انك انت تراجعي نفسك وتغيري رايك. فبترد عليه ويشين جروسو وبتقول له كفايه كلام من اللي انت بتقوله ده، وانا هتكلم مع شخص تاني مش زيك انت، يلا تعالى. هنا ليتيان بنشوفه هو قاطع دودة الجليد نصين وضرب البنت اللي كانت واقعه على الارض. بيقول لها تفتكري لما قلت ان انت عايزه تعذبيني بالتقنيات اللي انت مجهزاها، بس شوفي انت دلوقتي ما قدرتيش ان انت تصمدي قدام الهجوم، انت طلعت ضعيفه قوي. وبنشوف مياو هي بتقول ايه ده هتهرب مني؟ انا كنت بطيئه عنه لدرجه انه يهرب. نيجي لاخو البنت وهو بيقول ايه اللي حصل في غمضه عين، كل حاجه اتقلبت، ده شكله قوي جدا. بنشوف ليتيان وهو بيقول شفت ان انتوا كنتوا بتتكلموا عليا بطريقه وحشه ودلوقتي هتفكروا ان انا كنت قوي كده عشان في بنت جميله واقفه. فبيرد عليه جين وبيقول لو كنت مكانك كنت هازم سيكونج تيان تشين شر هزيمه وهاخد البنت في صفي. فبيرد تيان وبيقول لينج اير لما تصحى هتقتلني. وبيروحوا لسيكونج تيان تشين وبيقول له ايه ده انت جيت؟ ايه اللي حصل للمرافقين بتوعي؟ طب انت اسمك ايه؟ فبيقول تيان انا. فبيقطعوا جين وبيقول انت مش هتعرف اسمه، انت لازم تناديه بالمعلم، انت هتكون تلميذ مطيع. فبيتعصب سيكونج تيان تشين بيقول انتم شكلكم كده في عداد موتكم. وليه تيان ورفقاء الوحوش بتاعته قدروا ان هم يحطموا اي عدو يقابلوه. بنيجي هنا للمعركه وبنشوف سيكونج تيان تشين وهو بيهدد ليه تيان وبيقول له انت هتموت دلوقتي. فبيرد ليه تيان في دماغه بيقول ايه القرف ده، انت اصلا لسانك دايما بيتكلم كلام عديم الفايده. وبيقول جين مين اللي هيموت ده انت واحد خسران من قبل ما المعركه ما تبدا، ده بيتنمر على اخو محبوبته، فين اخلاقه؟ انت مش جميل لدرجه ان انت تفكر ان انت تستحق ان انت تاخد ويشين جروسو، ومن الافضل ان انت تستسلم وتناديها بجدتي. فبيتعصب عليه سيكونج تيان تشين وبيقول لليتيان سكت الوحش المرافق وشوف هو بيقول ايه والا هقتله مش هخليك تفرح بيه. رد عليه جين بيقول له ايه هتعمل ايه يعني؟ ولو انت عايز تقاتله قتله وخلاص،
خلاص انت اصلا بق على الفاضي، عمال تبص كل شويه لجدتك وشكلك مثير للشفقه. فبيرد عليه سيكونج تيان تشين وبيقول له انا مثير للشفقه ازاي؟ ايه علاقه ان انا ببص كل شويه لجدتي بالشفقه وبعدين ببص كل شويه لجدتي عشان انا راجل واقول واعمل ما بتكلمش على الفاضي زيك؟ وبيقول له استنى هديك حاجه حلوه هتعجبك، امسك خد دي. وبيضربه ضربه قويه وبيقول له انت شكلك عايز تموت للدرجه دي، يلا هحقق لك اللي انت عايزه. وبيخرج الوحشين بتوعه وبيكون شكلهم مرعب. بيقول لي تيان ايه ده دول التوأمين من فصيله العنقاء، ده حاجه كويسه. فبيرد عليه جين وبيقول له ما انا كمان عنقاء زي ما انت عارف. فبتقول وشينج روسو لتيان وجين ومياو وتشينج لوين ملوش علاقه ولا ليهم ذنب في انهم يدخلوا قصادكم في معركه، خلينا نحل مشاكلنا بنفسنا. فبيتعصب عليها سيكونج تيان تشين وبيقول لها ابعدي عن وشي ما بقتش طايق اشوفك قدامي. فبتتصدم ويشينج روسو من ردة فعله وبيقول لي تيان لويشينج روسو روح انقذي اخوكي وانا هتولى الزباله ده ولازم اديله درس كويس قوي ما ينساهوش طول ما هو عايش. وبيقول لي تيان في دماغه ايه ده هو في مرحله الاراده مش وحشه بس هو اقوى من يوين شيندو بحاجه بسيطه. اخيرا قابلت خصم استحق ان انا واجهه ويكون عليه القيمه. هنا بنشوف سيكونج تيان تشين وهو بيقول لي لتيان انت هتستخدم سيف وانت بتقاتلني؟ والله ضحك، تعالى يلا وارمي العابك كلها قدامي لان انت مش هتفلت من ايدي، تعالى وهات بقى السلاسل بتاعتك والحاجات العبيطه اللي تبعك ما يهمنيش. فبيرد لتيان وبيقول له مش انت مستعجل ان انت توصل للاستنتاجات السريعه؟ هنا بنشوف تشينج لوين وهو بيقول لها روحي وساعدي لتيان ان هو يضربه علشان ما يقومش تاني، ده خنزير وانا عارفه. فبترد عليه وشينج روسو بتقول له استنى انت بس خليك كده شايف لتيان وهو بيضربه وبيعلمه الادب وخلينا على الجروح بتاعتك. فبيرد عليها تشينج لوين بيقول لها انت واثقه من قدراته للدرجه دي؟ بنروح لليتيان وهو بيقول لرفقائه الوحوش يلا خلي كل واحد ياخد خصم زي كل مره. فبتهزر معاه مياو وبتقول له لا انا عايز انام شويه. بيهجموا على بعض كلهم وبيقول تشينج لوين ايه ده شكله قوي فعلا زي ما انت قلتي. ترد عليه ويشينج روسو وبتقول له وده اللي ليتيان بيثبته في الواقع مش مجرد كلام وخلاص. فبيقول لها تشينج لوين انت متاكده ان هو مش مجنون ولا الفرخه اللي معاه دي مجنونه؟ بنشوف المعركه وهي دايره ما بين سيكونج تيان تشين وليتيان وهو بيستغرب ان ازاي ليتيان معاه سيف من الرتبه دي وبيقول ان المعفن اللي عنده شعر ابيض ده عنده مفاجآت كتير ولازم ان انا استخدم حركتي الاخيره دلوقتي. وبيفعل تقنيه السيوف السحابيه الثلاث وبيتوعد لليتيان بالموت. وبيقول لليتيان ايه المنظر اللي انا شايفه ده فعلا شكله كده باين عليه الاراده، ده نوع من تقنيات السيوف اللي عايز احاربها ومش هلاقي حاجه افضل من ان انا احارب بالمهاره دي. وبيفعل ليتيان تقنيه نيه السيف الباطنه وبيقول سيكونج تيان تشين ان السيوف رجعت ليه تاني. عدى 14 سنه لما كانت عندي واتعلمت تقنيه السلف وخسرت، مستحيل اللي بيحصل ده. بيفعل ليتيان تقنيه تحطيم الرياح وقبضات الملاكمه الشيطانيه وبالفعل بيتمكن ان هو يهزمه ويحط رجله على دماغه. بيقول ليتيان لسيكونج تيان تشين ايه رايك في اللي انا عملته فيك؟ انا بقيت مؤهل ان انا اخد السيف ده صح ولا لا؟ ومن الافضل ليك ان انت تعترف لو انت اتمديت في السخريه مني ولو شويه صغيرين مش هخليك قادر على انك تشيل السيف للابد. فبيرد عليه سيكونج تيان تشين وبيقول له انا ما اقدرش هعمل كده. وبيقول في دماغه كويس ان هو فهم غلط وخسارتي مش معناها انه فاز وبيتصرف زي المغرور كده. خليك فاكر اللي انت عملته واستنى ابناء الايسيان هيكونوا اوحش من كوابيسك. بنشوف الناس وهي واقفه بتتكلم وبتقول مين هو عشان مرحله الاراده وهو لسه في مرحله الاتحاد واللي بيعمله ليتيان ده ما يصدقوش العقل. فبيرد واحد وبيقول ان هو تلميذ رئيسي من طائفه المشرق العظيم ولازم ان احنا نجمع عنه معلومات باقصى سرعه. وفجاه بيظهر جده وهو قلقان عليه وبينادي عليه وهو مخضوض. بنشوف تشينج لوين وهو بيقول شكرا ليك يا ليتيان، انا مش عارف اشكرك ازاي، كفايه ان انت انقذت حياتي، ده غير ان انت اول شخص يهزم حد من مرحله الاراده وهو لسه في مرحله الاتحاد. فبيرد عليه ليتيان وبيقول له مفيش بينا شكر ولا حاجه، احنا كده كده كلنا حلفاء للاخر. فبتفرح ويشينج روسو بتقول في المعركه دي انت اثبتت فعلا ان انت هزمت يوين شندو واللي ما كانش الكل مصدقك فيها. فبيرد عليها ليتيان وبيقول لها احنا كده لازم نخطط في اللي هيحصل لنا بعد كده. بنشوف تشينج لوين وهو بيقول لاخته ايه رايك فيه هو مش وحش. فبيقول جين لليتيان اتفرج يا عم شايف اللي بيحصل، الواد شكله استجدعك باللي انت عملته معاهم ومعجب بيك، لا وايه بيرشحك لاخته كمان، يا بختك يا عم. فبيرد عليه ليتيان وبيقول له كفايه كلام في الحوار ده لو لينج اير سمعتنا هتقتلنا كلنا. بيرد ليتيان على تشينج لوين وبيقول له اهدى على نفسك شويه، ايه اللي انت بتقوله ده اللي هنعرفه في الجزء القادم من الموسم الثالث ان شاء
شاء الله. ما تنساش اللايك والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر، ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكاية تيان روح شوفها الاول، انا حاطط لك اللينك بتاعها في الوصف. اشوف وشكم على خير.